السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة شهوتي أنا وليداتي. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم وانتم بألف خير وفي صحة جيدة. اقتراح اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك يومي جد اقتصادي بالشوكولا، سريع التحضير بمكونات اللي بسيطه والنتيجه كتكون رائعه، وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، واللي جربها يخلي لي الراي ديالو في التعاليق كيف جاتو. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وفضلا منكم وليس امرا. ما تنسوش تدعمونا باللايكات ديالكم، وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله. في اناء وضعت هنايا 3 ديال البيضات، الحجم ديالهم اللي هو صغير. الا كان عندكم البيض كبير غادي نديروا غير 2. خدمتهم هكايا مع واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نخلط مزيان بالطراب اليدوي، وممكن انكم تخلطوا كل شيء في الطراب الكهربائي كيسهل عليكم المأموريه وما كياخذش منكم بزاف ديال الوقت. هنا اخواتي ضفت كاس ديال الحليب صغير، المقدار ديالو بحال العلبه ديال الياغورت. ودائما وانا كنخلط غادي نضيف كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا اخواتي، بنفس القياس اللي ضفت به الحليب، غير هو غادي يكون شويه معمرش. غادي نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. غنستمر هكا في التحريك. غادي نضيف هنايا علبه ديال الياغورت، غديروا النكهه اللي بغيتو. انا متوفر عندي هنايا النكهه ديال البنان. غادي نستمر هكا في الخلط باش تندمج ليا العناصر مع بعضها. فاسمحوا لي انايا ما حطيتش المقادير كلها في قدامي لانني كنت شويه مزروبه. بالنسبه هنا للسكر سنيده غادي ندير غير 4 ديال المعالق. ممكن انكم تزيدوا او لا تنقصوا على حسب الذوق ديالكم، فانا كنختار ان الكيك يجيني شويه ناقص في الحلاوه لان غادي نزينو بالشوكولا. غادي نضيف هنايا ساشي ديال الفاني 8 غرام. دائما كنستمر هكايا في الخلط. كيف ما قلت لكم ممكن انكم ديروا كل شيء في الخلاط الكهربائي. هنا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال البودره ديال الكاكاو، وضروري ما نغربلوهم لان كيكونوا فيهم هذوك الكويرات. صافي غادي نغربلهم، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. وبالنسبه للخميره انا غادي ندير 2 خمارات، الفئه ديالهم 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. بالنسبه للدقيق غادي ندير قياس ديال العلبه ديال دانون، 3 ديال القياسات، يعني 3 الكيسان ديال دانون. المهم الدقيق كيبقى على حسب الخليط. غادي نستمر هكا اخواتي في الخلط حتى كتندمج ليا هذيك العناصر مع بعضها. وغادي نضيف الخميره، وضروري حتى هي ما نغربلوها. كيك يومي اللي بسيط واقتصادي كيوجد بسرعه وما كياخذش بزاف ديال الوقت في الطياب ديالو، وحتى المكونات ديالو راها جد بسيطه. وممكن انكم ديروا غير الحليب وتستغناو على الياغورت، او ديروا الياغورت وتستغناو على الحليب. صافي اخواتي، من بعد ما خلطت مزيان هذا هو القوام اللي كنبغي نحصل عليه. غنضيف واحد المعلقه تقريبا او لا معلقه ونص، وغادي نستمر هكايا في الخلط حتى نحصل على القوام اللي مطلوب ديال الكيك. بالنسبه للفرن انا ما تنشعلوش، كنخليه حتى كندخل الكيك ديالي عاد باش كنشعلو. صافي اخواتي، هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. بالنسبه للمول دهنته بالقليل من الزبده ورشيته بالطحين، وغادي نحط فيه الخليط ديالي بهذا الشكل.
دائما نرفعوا يدينا هكا الفوق. صافي اخواتي غندخلها الفران لمده ديال 40 دقيقه ونتلاقى معكم. من بعد ما دازت 40 دقيقه خرجت من الفران، درت لها شويه ديال الشوكولا ديال الدهن لان ما توفرش عندي الشوكولا الاخر اللي غادي نذوبو باش ندير به التزيين. درت شوكولا ديال الدهن مع القليل من الحليب وواحد القطيره ديال الزيت وذوبتهم ودهنتهم هكايا على السطح ديال الكيك. وبالنسبه للتزيين اخواتي كيبقى على حسب المتوفر عندكم وعلى حسب المتواجد عندكم في البيوت ديالكم. هنايا خديت خليط ما بين الكاوكاو كونكاسي وشويه ديال اللوز افيلي اللي حمرتهم في واحد المقيله واحد شويه حتى وخداو هذا اللون اللي كتشوفوا على الصوره وزينت بهم. كيف ما كتعرفوا التزيين كيبقى اختياري على حساب كل واحد وعلى حساب المتوفر. غنستمر هكا حتى نكمل الكميه ديال الكاوكاو والكميه ديال اللوز افيلي اللي حمرتهم. وما نساوش الجوانب حتى همايا نزينوهم. كيك يومي اقتصادي هكايا ليشرب الشاي ولا القهوه للفطور او حتى للكوتي وحتى لضيوف الغفله، سهل التحضير وهذا هو الشكل النهائي ديالو. شوفوا كيفاش راه جا اكثر من رائع. ما كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم اقتراح اليوم، وبطبيعه الحال فضلا منكم وليس امرا ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالبارطاج مع احبابكم ومع اصحابكم. انا وصلت النهايه ديال الفيديو، دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم باذن الله.